مرحبا. أنا اليوم أريد أناشد، بس مناشدتي غير شكل. يعني ماكو هاي الموسيقى الحزينة، ولا اكو ناس راح توقف وراي. أريدكم أنتم توقفون وياي. اليوم أريد أناشد على شغلات تأذينا منها بالمجتمع: تعصب، كراهية، تزمت بالرأي. يعني أنت مثقف وتحكي بالثقافة ونبذ الطائفية، ومن تتعرف على واحد جديد تسأله أنت من يا عمام، سني لو شيعي. بالله هذا نشوفه ويشوفنا، بس هذول اللي خاتلين ورا الكيبورد و24 ساعة يتعاركون بالتعليقات ويتمالخون على شنو؟ على مود فلان سياسي وعلان نائب. هم ما حد يعرف الا هو السياسي بحالك، على كيفكم عمي. ترى السياسي مو بحالك، السني والشيعي بنص الشهر اثنيناتهم يعوزون الايجار وفلوس الاقساط وفلوس السحب مال المولده وكهرباء ماكو عليهم والزحامات اثنيناتهم يطبون بيها، والسياسي اللي يتمالخون عليه قاعد بقصر، يمكن حتى جنسيته مو عراقي. ليش؟ ليش خليت الكراهيه توصل حتى لاسمائنا؟ قمنا نخاف من اسمائنا. علي قام يسمي نفسه علاء، وعمر قام يسمي نفسه عمار. ليش خليت الطائفيه حتى بالمناسبات الدينيه؟ انتوا لكم عاشور وانتوا لكم مولد النبي. خليت الطائفيه والكراهيه توصل حتى بالزواج. انت سني لازم ما تتزوج شيعيه، وانت شيعي لازم ما تتزوج سنيه. خليت الحقد يوصل حتى للاطفال. خليت الطائفيه توصل حتى بالطوبه. يعني ما تسوى تفشر على صاحبك من ورا كريستيانو لو ميسي، ترى هم مو ولد عمك. ليش خليتونا نتعارك من ورا السعوديه وايران؟ ترى لا بالسعوديه يتعاركون عليك، ولا حتى بايران يتعاركون عليك. كافي كافي، خلينا نعيش، خلينا نتصافى، خلينا نتصافى.